لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرت وسائل إعلام عراقية رسمية مساء الجمعة تفاصيل وفاة الإعلامي أحمد الحسن في بغداد، والذي يعتبر من أشهر مقدمي البرامج الإنسانية في العراق خلال السنوات الماضية، إضافة لوفاة الصحفي مصطفى غزوان الصراف. وفاة الإعلامي أحمد الحسن وصديقه الصحفي مصطفى الصراف جاءت نتيجة حادث سير وقع على الطريق السريع المؤدي للمطار في العاصمة العراقية بغداد، حيث عم الحزن الوسط الإعلامي المحلي لما لهما من شهرة واسعة، إذ أن الإعلامي أحمد الحسن يقدم برامج تلفزيونية وآخرها برنامج أول حلم على قناة عدة قنوات عراقية محلية. وقال المصدر عراقي أن الإعلامي أحمد الحسن وزميله توفيا نتيجة حادث سير مروع نتيجة تصادم عجلتين بالقرب من جسر القادسية جهة الخضراء وسط بغداد، مضيفا أن الحادث نتيجة السرعة الشديدة وواحد المركبات كانت تقود عكس السير. وكشفت مديرية المرور العامة عن تفاصيل الحادث المروري المروع في بغداد ليلة أمس الجمعة، والذي تسبب بمصرع شخصين وإصابة بليغة لشخص آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.